انت لو بتعمل الغلطه دي انت حرفيا مضيع على نفسك كميه تطور في الجيم انت مش متخيلها. ودي خدمه من الخدمات اللي بياخدوها الشباب المشتركين في زين، ان هم بيصوروا نفسهم في التمرين وانا براجع بنفسي التكنيك وبشوف ايه الغلطات اللي فيها وبصحح لهم التكنيك وبديهم تيبس على كل الفيديوهات اللي بيبعتوها لي. تعالوا نشوف ايه الغلطه هنا اللي هو عملها. اول حاجه هنا وعملها ان هو نزل بالوزن وهو لسه ما وصلش للفشل العضلي، وده اعتقد ان معظم الناس اللي بتنزل الجيم بتعمل الحركه دي. خلونا الاول اصلا نفهم يعني ايه فشل عضلي. فشل عضلي يعني ان انا ما ببقاش قادر اجيب ولا عده زياده صح في المجموعه بتاعتي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا نفترض ان انا بلعب تمرين، المفروض ان اخر عده تبقى ابطا من اول عده بكتير. طب ازاي انا هحقق ده؟ نفترض ان انا دلوقتي بلعب مجموعه، المفروض والطبيعي ان اول عده عندي تكون عامله كده، مع الوقت بتلاقي ان المجموعه بتصعب وبتلاقي ان اخر عده عندك عامله كده، بتكون بطيئه جدا وانت مش قادر تكمل ولا تلعب تاني. هنا هو ده الفشل العضلي، ان لازم اخر عده عندي تبقى مختلفه عن اول عده بتاعتي في الزمن، واكون فعلا انا لو نزلت من العده دي وجربت اطلع تاني مستحيل تيجي معايا تاني. واهم حاجه ان التكنيك يكون صح. حط في دماغك ان اول عده ما ينفعش تبقى زي اخر عده، وان اخر عده يا اما نوصل للفشل العضلي يا اما نقرب منه. ولو انت مهتم تعمل احسن نتيجه عندك جوه الجيم، اكتب لي زين في الكومنتات وانا هساعدك وهعمل لك انظمه غذائيه وجداول تمارين ومتابعه خاصه ليك انت عشان تحقق احسن نتيجه ليك. وما تنساش ان الفتره دي في خصم 50% كمان. اكتب زين في الكومنتات.